أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس والشير علشان الكل يستفيد. أهلا بيكم في أولى محاضراتنا في الرياضة. النهاردة هنتكلم عن المحددات. ممكن الاسم يبان رياضي بحت أو معقد، لكنها في الحقيقة أداة قوية جدا وموجودة حوالينا أكتر ما نتخيل. بتساعدنا نحل مشاكل كانت ممكن تبان مستحيلة. في الشرح ده هنكتشف مع بعض إزاي الأرقام اللي تبان خفية دي ليها دور كبير قوي في عالمنا. طيب، خريطة طريقنا هتكون كالتالي. هنبدأ الأول نفهم يعني إيه محدد أصلاً. بعدين هنتعلم إزاي نحسب المحدد الصغير اللي هو 2 في 2، ونتحدى نفسنا شوية مع الحجم الأكبر 3 في 3. وبعدها هنشوف القوة الحقيقية للمحددات دي في حل أنظمة المعادلات. وفي الآخر خالص هنكتشف تطبيقات ليها في عالمنا الواقعي. طيب يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. هنبدأ من الأساس، من نقطة الصفر. يعني إيه أصلاً محدد وليه هو مهم؟ ببساطة شديدة، المحدد هو رقم مميز بنطلعه من مصفوفة مربعة. طب يعني إيه مصفوفة مربعة؟ يعني عدد الصفوف فيها هو عدد الأعمدة. الرقم الوحيد ده بقى بيكشف لنا عن خصائص ومعلومات مهمة جدا عن المصفوفة دي. بصوا، المحددات مش كلها مقاس واحد. زي ما احنا شايفين قدامنا، في منها 2 في 2 وفي 3 في 3، ودول أشهر نوعين بنتعامل معاهم. خلينا نبدأ بأبسط شكل فيهم ونشوف بيتحسب إزاي. ودلوقتي هنبدأ بأول خطوة عملية. هنتعلم أهم مهارة في الموضوع كله، وهي حساب المحدد من الدرجة التانية، أو اللي بنقول عليه 2 في 2. القاعدة هنا سهلة جدا وبسيطة. بنضرب الأرقام اللي في القطر الرئيسي اللي هو نازل من الشمال لليمين ده، ونطرح منه حاصل ضرب الأرقام اللي في القطر التاني. يعني ممكن نختصرها في جملة اللي نازل ناقص اللي طالع. سهلة اهي. طيب تعالوا نطبق الكلام ده على مثال حقيقي. في المصفوفة اللي قدامنا دي هنضرب 4 في 1 ونطرح منهم 5 في 6. النتيجة هتكون 4 ناقص 30 يعني سالب 26. بسيطة خالص مش كده؟ تمام. كده احنا استوعبنا المحدد 2 في 2. دلوقتي بقى ندخل على التحدي الأكبر شوية، المحدد 3 في 3. بس ما تقلقوش خالص، في طريقة ذكية جدا بتخلي الموضوع ده سهل قوي. الطريقة دي اسمها قاعدة ساروس، وليها 3 خطوات واضحة ومباشرة. أول حاجة بناخد أول عمودين في المحدد ونكررهم تاني على اليمين. تاني خطوة بنجمع حاصل ضرب الأقطار التلاتة الرئيسية اللي نازلة لتحت. تالت خطوة بنطرح منهم مجموع حاصل ضرب الأقطار التلاتة اللي طالعة لفوق. والشكل ده بقى بيوضح الفكرة كلها بعبقرية. الأسهم بتورينا نمشي إزاي بالظبط. نمشي مع الأسهم اللي نازلة لتحت ونجمع النواتج، ونمشي مع الأسهم اللي طالعة لفوق ونطرح النواتج. بالطريقة دي مستحيل حد يتلخبط. ولما نطبق القاعدة دي على المثال اللي بالأرقام، هنلاقي إن مجموع الأقطار اللي نازلة هو 56 زائد 90 زائد 1، ومجموع الأقطار اللي طالعة هو 21 زائد 10 زائد 24. نطرح المجموعين من بعض يبقى 147 ناقص 55، والناتج النهائي هيطلع 92. لحد هنا والكلام جميل جدا، بس القوة الحقيقية للمحددات بتبدأ تظهر دلوقتي لما نستخدمها كأداة لحل أنظمة المعادلات الخطية اللي بنقابلها كتير في العلوم والهندسة وحتى في البيزنس. هنا بقى بتيجي أهمية المحددات. بنستخدمها عشان نحل أنظمة المعادلات دي بطريقة مشهورة اسمها قاعدة كرامر. الطريقة دي هي اللي بتربط كل الكلام النظري اللي فات بالتطبيق العملي وحل المشاكل. الفكرة بسيطة خالص. علشان نحل نظام معادلات زي ده بنحتاج نحسب 3 محددات. الأول هو المحدد الرئيسي بتاع المعاملات، وده بنسميه دلتا. التاني اسمه دلتا إكس، وده بنجيبه لما نشيل عمود معاملات إكس ونحط مكانه النواتج. والتالت هو دلتا واي، وبنعمل فيه نفس الحركة بس مع عمود معاملات واي. تعالوا نطبق الكلام ده على المثال. أول خطوة هي إننا نحسب المحدد الرئيسي دلتا. هنا هيكون 3 في 4 ناقص 2 في 5، يعني 12 ناقص 10، فالناتج هيطلع 2. بعد ما بنحسب بنفس الطريقة دلتا إكس اللي هتطلع ب40 ودلتا واي اللي هتطلع بسالب 46، الحل النهائي بيكون مجرد قسمة بسيطة. قيمة إكس بتساوي دلتا إكس على دلتا، وقيمة واي بتساوي دلتا واي على دلتا. يعني في حالتنا دي إكس هتساوي 20، واي هتساوي سالب 23. وبكده نظام معادلات كامل اتحل في كام خطوة بسيطة. طيب كل الكلام ده جميل على الورق، لكن إيه تطبيقاته في حياتنا اليومية؟ من أول خطوط إنتاج المصانع ولحد التخطيط المالي، المحددات ليها دور كبير ومهم. تعالوا نتخيل مع بعض المشكلة دي. شركة عندها مصنعين بينتجوا تلاجات وغسالات بالقدرات اللي الجدول موضحها. الشركة دي محتاجة تعرف كل مصنع المفروض يشتغل كام ساعة بالظبط عشان توصل لهدف إنتاج معين في اليوم. الحل هنا
إننا بنترجم المشكلة دي لنظام معادلات خطية منيابة، ومن هنا بنستخدم المحددات عشان نلاقي عدد الساعات المطلوبة من كل مصنع بدقة متناهية. بنحسب المحدد الرئيسي دلتا، وبعدين دلتا إكس ودلتا واي بنفس طريقة كرامر اللي لسه شايفينها. والحل بيكون المصنع الأول محتاج يشتغل 3 ساعات و45 دقيقة، والمصنع التاني محتاج يشتغل 7 ساعات و45 دقيقة. شايفين إزاي سؤال إداري وتشغيلي معقد زي ده قدرنا نحله بشكل دقيق باستخدام الأداة الرياضية البسيطة دي؟ وده يخلينا نفكر في النهاية، يا ترى إيه الأنظمة المعقدة التانية اللي بنتعامل معاها في حياتنا اليومية، من أول تنظيم إشارات المرور في الشوارع لغاية تدفق بيانات الإنترنت حوالين العالم، ممكن نفهمها ونسيطر عليها بشكل أفضل لو استخدمنا منطق المحددات؟ ده سؤال مهم ويستحق التفكير.